في الفيديو الخامس معانا فرناندو فيكتور، شغال في السكة الحديد. ايه هي شغلته بالظبط؟ فني صيانة القطارات، ودايما كان بيشتغل وردية بالليل. في يوم فرناندو كان مطلوب منه ان هو يروح يشوف قطر عطلان في المخزن ومطلوب منه الصيانة بتاعته. وهو ماشي كان بيصور بكاميرا تليفونه، والحظ السيء انه صور حاجة مرعبة. تعالوا نشوف. طب ده ايه؟ شخص نام في المترو وجرش بيه؟ اكيد لو كان كده كان استغاث بيهم، ولكن وقفته ونظرته المرعبة لفرناندو بتقول غير كده. الفيديو الرابع، تشوتشو ممرض شغال في مستشفى في مدينة في المكسيك في حدود الساعة 3 صباحا، وفي ساعة البريك بتاعتهم بيقوم تشوتشو علشان يصور زمايله من باب الدعابة، ولكن وهو بيصورهم فيديو الصدمة كانت. تعالى شوف بنفسك. Jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. ¿Qué verga es eso, güey? يعدي طفل زي ما وصف انه من الاموات، بس المرعب اكتر انه رجع على شكل حيوان في نفس الوقت وماشي على 4 والشكل متغير بجد. شيء مرعب. اكتب لنا في التعليقات لو تعرف ايه اللي حصل ده. في الفيديو الثالث، علي عزلان دخل منزل مهجور في مكان معزول، ودي مش معلومة أكيدة على حد علمي، إنه يوتيوبر وبيصور لايف وبيأكد إن في حاجة، ولكن متابعينه بيقولوا له إنه متصور هناك قبل كده وما لقوش أي حاجة، وأخد جولة في البيت عشان يثبت ليهم الأصوات اللي موجودة في البيت إن وراها شيء غامض، واللي لقاه كان مرعب. تعالوا نشوف. في رعد ومطر، فبيحاولوا انهم يكذبوا الاصوات انه من الرعد والمطر، ولكن علي مصمم وبيخرج علشان يعرفهم ان الاصوات دي مش صوت رعد ولا حاجة، ولكن اللي شافه صدمه هو شخصيا انه بيواجه شيء مجهول وما يعرفش ايه هو ده. سبت لك الحكم، ولو تعرف قول لنا في التعليقات ايه ده. في الفيديو التاني، كاترينا بريسو كانت قاعدة في البيت لوحدها وهي متأكدة انها لوحدها. ده طبعا ظنها، ولكن اللي ظهرته الصورة السيلفي ليها انها ما كانتش لوحدها، وهي اتأكدت كويس من ده، ودي الصورة اللي هي اتصورتها. دلوقتي لو بصيت للصورة للمرة الأولى مفيش حاجة غريبة خالص، كله عادي. وأول ما الفلاش ينور تبدأ المفاجأة، إن في حد طلع في الصورة مع كاترين، وبتقسم كاترين إنها كانت في البيت لوحدها لما كانت بتصور الصورة الغريبة دي، وهي بتقول على لسانها: أنا أعتقد إنه أخي الذي توفته المنية منذ 2 سنين.
que pasaron cosas muy extrañas, la madre. Hasta ¿Y qué le pasó, papi? hasta una máquina se movió. Vea, mire, explíqueme eso. Vea, eso, dos ¿por qué cuerdas se y. mueve atrás? Yo qué vas a ver, mamá, y la otra quieta. O sea, no podemos decir que es el aire, ni que hay ventilación, ni nada de esas Sí, vainas. eso es como y en encerrado. plena luz del día, ¿quién dice que estas maricas? No. Mire, la luz. Mire, mire. Mire, ahí. Mire eso. Mire eso. Uy, ¿eso qué pasó? ¿Por qué eso se Y esa mueve? esa vaina es pesadísima, eso es pesadísimo. Sí. Sí, parece eso es una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso que- no es normal, Ya no. sé. اللي بيراجعوا اللقطات بتاعة الكاميرا ما يقدروش يوصلوا لسبب او معنى المواجهة المرعبة دي. في بداية الفيديو بنشوف حد او شيء ظهر وكأنه بيراقب الشخص الموجود. عزيزي المشاهد ممكن ده يكون فاتك وانت بتتفرج. وكمان علشان ما نكونش سيبنا حاجة، لقطة الفيديو دي من كاميرا تانية خالص واللي بتبين شكل الشبابيك الموجودة في المكان وانها كلها مفتوحة. وده ليه علاقة بايه؟ هقول لك عزيزي المشاهد. لو قلنا ان الهواء هو السبب في تحريك الاحبال دي، فبالتالي كان لازم الفوطة اللي معاه هي كمان تتحرك من الهواء علشان هي خفيفة، وكانت أولى هي كمان تتحرك زي ما الأحبال اللي اتحركت من الهواء. وإن كان هل كرة طبية تقيلة بالوزن ده هيحركها هواء داخل من شباك المبنى؟ بالتأكيد لا، ولكن الأغرب من ده كله واللي بيثير الشكوك أكتر إن في روح شريرة في المكان، هو الشخص نفسه اللي بيتجرى على الأرض من رجله بالطريقة دي. ومحدش يقدر يقول إنه بيمثل، لأنه مهما كان بارع في التمثيل فما يقدرش يعمل كده. وكمان الأنوار اللي كانت بتتفي وتنور كلها اشياء غامضه ومحتاجه تفسير. فمستني منك عزيزي المشاهد انك تقول لي وتحكم على المشهد هل ده صحيح وايه هو. وفي النهايه كل اللي وصل معانا لحد اخر الفيديو انت بطل بجد، ربنا يحميك. ويا ريت لو تعمل لايك وتدعمني باشتراكك، انا محتاج دعمكم بجد. لو عجبك الفيديو مترددش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. ومع فيديو جديد ومرعب من الواقع استودعكم الله والسلام.